بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هم زعلانين من عيالهم وبيجدر لهم بيعملوا مشاكل وعيلتهم صعبة جدا، انتوا اقروا قرآن وعليكم بقراءة القرآن. وفي سورة لهداية الأطفال هي سورة الذاريات. والله العظيم ربنا يكرمكم، ناموا بس مع أطفالكم، هدوا من روعهم سواء ولاد أو بنات، ناموا يعني الأب ممكن ينام مع الولاد في جنبهم، وانت الناحية التانية تاخدي البنات في حضنك، عنقوهم بشدة، احتضني أرواحهم الصغيرة. كأن لا يعني أنا أمسك في عيالي كأن لا يأتي غدا، يعني هم وليد اللحظة. اجعلوا من دفء الليل ملاذا لهم، ومن صدوركم وسائد أمان. فذات يوم لن تجد الأيادي تلك، الأيادي دي هتكبر وتروح لمكان تاني، هتشتغل، هتسيبنا، هتروح لبيوت تاني زي ما احنا سيبنا أهالينا وأمهاتنا ورحنا لبيوت أخرى. هم كذلك تشبثوا بهم قبل فوات الأوان، يعني سيكبرون وسترحل ضحكاتهم من أرجاء البيت إلى زوايا الذاكرة، يعني زي ما بيقولوا أحبهم كأن الدنيا انتهت. اجعلوا لهم ذكرى. لا تقول يا شيخة روحي، ده احنا علينا ديون وعلينا دروس وعلينا، والواد مش فالح والبت مش فالحة. والله التكرار يعلم الحمار، بس الدعاء ربنا يقول اللهم غير حالي إلى أحسن الأحوال. لكن دايما قول يا رب، والله يعني دايما ساعدوهم، عنقوهم، امسكوا ايديهم الصغيرة هم ونايمين، حسسوهم بالأمان عشان يعرفوا يمسكوا الكتاب، عشان يعرفوا ان ده مستقبلهم، ما فيش احسن منه. انتوا كده بتساعدوهم، ما تعجزوهمش.